في تقرير سابق تحدثنا عن أنور مالك الذي كان مراقبا في بعثة المراقبين، ثم قال إنه انشق وركب طائرة حطت في مكاتب الجزيرة في قطر التي تكفلت بضمان إقامته في فنادقها كما هو موجود على جواز سفره. ومن الطائرة إلى استديوهات الجزيرة وعلى الهواء تحدث عما قال إنها الفظائع التي لم يحتملها قلبه الغض الحنون. واليوم لدينا حول هذا الرجل مجموعة من النقاط تشكل ملفا متكاملا عنه عسى أن تليق بقلبه الرقيق. أولا، الدابي رئيس بعثة المراقبة رفض تصريحات مالك واعتبره مخالفا لبروتوكول الجامعة وحانثا بالقسم الذي أداه مع غيره من المراقبين ومفرطا بالأمانة التي اؤتمن عليها. أنور المالكي سمعت عنه وكان يتحدث في وسائل الإعلام المختلفة بصورة مكثفة. هذا الرجل يعني نكث عهده، كان قد أقسم على أن لا يتحدث، ولكن هذا ليس الأساس، وإنما الأساس أن ما قاله ليس صحيحا، لأنه كان في الفندق ل6 أيام وادعى أنه مريض وغادر دمشق للدوحة مباشرة دون حتى أن يأخذ التذاكر الرسمية من الدولة من الدحس من هنا. ثانيا، المرصد السوري لضحايا العنف والإرهاب استنكر تصريحاته واعتبرها من قبيل التهجم والتشهير دون أدلة ومعطيات موثقة. وهنا وعلى سيرة الأدلة الموثقة فإن مراقبين يسألون: ألم يكن مالك مزودا بطرائق توثيق كافية؟ وألم يقل إنه رأى الجثة مكومة وكان يتجنبها لكي لا يدوسها لكثرتها؟ فأين أدلته في ذلك؟ وأين صوره؟ وأين توثيقه؟ ثالثا، أنور مالك الذي أسرع إلى الجزيرة ألم يكن هو صاحب المقال الذي كتبه يوما يهاجم فيه الجزيرة ويعتبرها شريكا في كل دم يسفك في الجزائر ويرفض تبرئتها منه؟ فأين ذهبت مكانة الدم الجزائري من قلبه الحنون عندما سارع إليها ليبثها مشاعره الصادقة؟ رابعا، أنور مالك ليس الاسم الحقيقي له، وهذا مقطع لصحفي جزائري على معرفة شخصية بالرجل يظهر فيه ليروي تجاربه معه ويشرح حقائق وخفايا في حياته. وطبيعة اللهجة الجزائرية إن لم تساعد بفهم بعض النقاط فإن مواد لاحقة ستشرحها. رحت معه وفي ذلك اليوم تعرفت على الاسم بتاعه الحقيقي اللي هو نوار عبد المالك، وكنت أنا مترجم له ما يعرفش يجيب حتى جملة، وبديت أنا نطرح في التساؤلات: هذا الإنسان الباحث، هذا الإنسان اللي راه مرع بالنظام الجزائري وتبحث عليه الانتربول ومقلب الدنيا في الانترنت، لا يستطيع أن يأتي بجملتين. ما عندوش اللجوء السياسي، لم يتحصل بعد على اللجوء السياسي، وما عندوش سكن نتلاقى معاه وحتى يجي الدار تاعي، ولكن كنت دايرو تحت عينيا لأنه عرفت باللي إنسان خبيث. عرفت من أنه يبحث فقط على جال باش يعرفوه الناس ويستعمل في أي شيء أي شيء. هذا من النوع اللي يسرق ويحلف على المصحف من أنه ما سرقش. محتال بروفيسيونال، أنه مطرود من الجيش، هذا حتى باش ما يغلطكمش. وربما راه يكتب أسماء مستعارة، مرة دكتور مرة ما يعرف واش كذا. هذا إنسان طرد من الجيش، طردوه بسبب السرقة، طردوه بسبب خيانة الأمانة في الجيش، طردوه. والأحكام راه موجودة في السجل تاعو وقادرين نتحصلوا عليها ونجيبوها وننشروها للناس باش يشوفوها. وها هو نوار عبد المالك أو أنور مالك كما سمى نفسه لاحقا يجري حوارا مع نفسه، فيستخدم اسمه المزيف كصحفي ليجري به حوارا صحفيا مع نفسه، مستخدما اسمه الآخر الحقيقي كضابط سابق في الجيش الجزائري، وبذلك يكون قد أجرى حوارا صحفيا مع شخصه. وهكذا
فإنه يظهر تارة كصحفي دؤوب، وتارة كضابط سابق، وتارة كمعارض مناضل في الجزائر، ولا يعدم في ذلك وسائل التزييف والتزوير والتمثيل أحيانا. وكملخص وخلاصة لما سبق، نورد المعلومات التالية التي أوردها جزائريون على دراية بالرجل. اسمه الحقيقي نوار عبد المالك، من مواليد عام 72، وهو ضابط مطرود من الجيش الجزائري بسبب اتهامه بالسرقة وسوء الأمانة وثبوت تعامله مع المخابرات الفرنسية. عضو في الجماعة الإسلامية المسلحة التي كان يقودها عنتر الزوابري، والتي كانت نسخة جزائرية من القاعدة وتنظيم الزرقاوي في العراق. وعنتر الزوابري هو الذي تمكنت قوات الأمن الجزائرية من قتله في العام 2009 بعد أن أعمل ساطوره في رقاب الجزائريين ذبحا بمن فيهم الأطفال منذ أن ترأس الجماعة المذكورة في العام 96. ويوصف الزوابري بأنه نسخة الجزائر من أبو مصعب الزرقاوي، إلا أنه أكثر إجراما ودموية ووحشية، فقد كان يغير على القرى ويحرقها بعد أن يكفر أهلها ويقتلهم. نوار عبد المالك ينتحل لقب دكتور ويجري مقابلات مع نفسه وينشرها في الصحافة الجزائرية على أنه باحث ومحلل ودكتور، وأحيانا على أنه ضابط سابق. وهو من معارف وأصدقاء برهان غليون، ويمت بصلة قرابة لزوجته الجزائرية السابقة. على أي حال، هذا هو أنور مالك أو نوار عبد المالك، هذا تاريخه وهذه حقيقته. على الجزيرة ظهر شخص أطلق على نفسه اسم عبد الجليل عبد السعيد بن صالح، وقال إنه مدير المكتب الإعلامي لمفتي الجمهورية العربية السورية الدكتور بدر الدين حسون. مبدئيا من يسمع الخبر سهل عليه أن يصدق أن هناك مدير مكتب لمفتي الجمهورية، وأن مدير المكتب هذا أعلن انشقاقه، فالرجل ادعى أنه قريب المفتي وأنه سافر وراح وجا معه. ببساطة سهل أن يصدق ذلك، لأن من سيصدق لا يعلم أن دار الإفتاء في سوريا لا يوجد فيها أصلا منصب اسمه مدير المكتب الإعلامي. سماحة المفتي نفى شخصيا ما نقلته الجزيرة وغيرها، وهذا مقطع سرعان ما انتشر على اليوتيوب لسماحة المفتي عندما سمع الخبر. وحتى لا يقع البعض منكم في نوع من الفوضى الفكرية، ما أذيع في الجزيرة خلال 24 ساعة عن رجل يسمى عبد الجليل سعيد وأنه كان رئيس مكتبي الإعلامي. أولا ما عندي مكتب إعلامي في حياتي، وهذا الشاب كان يحضر أحيانا دروس في هذا المسجد، ثم قام بتزوير كتب واعتقل. وأرجو ممن هم في محامين أو كذا يروحوا على القصر العدل يشوفوا هذا الرجل كيف اعتقل وكيف زور بعض الكتب وسرق بعض الأمور في جامع الرحمة، ثم فصل من الأوقاف ولا علاقة لي به إلا أن والده، ولا أدري إذا كان والده بينكم، جاءني والده يبكي منذ أشهر وكاد أن يغمى عليه أمام باب الغرفة، وطلب مني أن أخرجه من السجن، وتوسطت عند المحامي العام وأخرجته من السجن وهو محكوم بالسجن سنة. هذا الكلام موجود في القصر العدلي، مشان ما تقولوا فورا حطوا له كذا، ولكن ليس من عادتنا الشرعية أن نفضح الناس. ويبقى السؤال هنا، كيف تخرج تلك المحطات برجل يكذب، والأشخاص الذين يكذب على لسانهم موجودون أحياء يرزقون؟ ومن البساطة بمكان أن يخرجوا إلى الإعلام نافين ما نسب عنهم. ويضيف مراقبون، تلك المحطات كانت تعتمد مبدأ اعرف كيف تكذب لكي تصدق، يعني كانوا يكذبوا كذب بيتصدق. أما الآن فلا مشكلة أن يخرجوا صباح يوم ليقولوا إن فيلا بزي عسكري يطير في فضاء دمشق لإرهاب النمل السلمي الأعزل. لا يستغربن أحد ذلك، يضيف متابعون، فالجزيرة ربما تفعل.